هنايا كنوجد في المرق ديال الحوت، درت معاه الكرافس وواحد الريوس ديال الكروفيت وراس ديال الحوت اللي كان عندي ديجا. انا ما تلوحش فاش نقي الحوت، ما تلوحش الريوسه، تنخليهم باش تنصوب بهم المرق. هنا كنت ديجا درت واحد الطامه ديال البنه، ودرت الكرافس، ودرت الربيع، واحد القبيطه تاع الربيع على هذا الشكل هذا، ودرت واحد الطريف ديال السكينجبير طري اللي تيعطي واحد المذاق زوين. جربوه وردوا عليا كيف ما شفتو. صافي غنخلي هذاك المرق ديال الحوت كيطيب مزيان حتى كيطبخ، حتى كتطلع فيه الغليه، وكنحيدو دوك الريوسه ديال الحوت اللي البقايا ديال الحوت اللي كانت في المرق كنصفيوه مزيان. صافي دابا انا هنا طيبت المرق ديالي مزيان، غنمشي دابا باش نصفيه، نحيد منه كاع داك البقايا كاملين اللي كانوا فيه، حتى غادي نخلي غير المريقه بوحدها اللي غنروي بها الصوب. كيف ما شفتوا هنا انا غادي نصفيه كامل على هذا الشكل، وغادي نرجع معاكم. صافي ملي صفيت داك المرق، غنمشي غناخذ واحد الطنيجره اللي غنطيب فيها، غادي نلوح فيها واحد طريف ديال الزبده على هذا الشكل هذا، وغادي نخليوها تذوب، وغادي نمشي نقطعو البورو. ما عندكش البورو تقدري ديري بصيله بيضه حتى هي كتجي بنينه. كيف ما شفتوا صافي هنايا غنمشي قطعت البصيله، وغادي نجي نخويها على ديك الزبيده اللي دابت ليا، وغادي نخليوها كتشحر مزيان حتى كتشرب داك البصيله كتشرب الزبده حتى كتعسل بحال هكا على هذا الشكل. صافي غنزيد واحد الطريف ديال لي زيبينار اللي كان عندي في المجمد. تقدروا ديروها حتى طريه، انا ما كانش متوفر عندي ديك الساعه. صافي زدت واحد شويه د الكالامار حسب المتوفر، اللي زعما اللي عندكم تقدروا تخدموا به. صافي كنخليوه حتى هو حتى كيشرب ديك الزبيده وديك البصيله. صافي كيف ما شفتوا هنا سديت على داك الشيء حتى تيتقلى مزيان. هنا في هذا الاثناء مشيت باش نغسل الفطر الاسود اللي غادي نزيد مع لاصوب. مشيت كنغسلو مزيان. البنات خاصكم تردوا البال حيت كيكون فيه بحال هو كياخذوه من البحر، كيكون فيه بحال الرمله لاصقه في بين دوك الوريقات ديالو، ما تتعرفوهاش. واخا تغسلوه تيبان لكم راه تغسل مزيان، ولكن راه تكون فيه الرمله من الداخل. انا تنفضل تنكب عليه الماء سخون مزيان، تندير الماء حتى تطلق السبوله وتنخوي عليه، تنخليه تقريبا هكاك حتى تيرطاب، وتنبدا نفرك فيه بيديا باش كيتحيد داك الحجر كامل اللي فيه. ها القضيه عاودوا ردوا ليها البال. صافي هنا كيف ما شفتوا مشيت غسلته وصفيته، وهنا زدت واحد شويه ديال لاصوص ديال الصوجه. كتعطيني واحد المذاق زوين، انا كتعجبني. صافي غادي نزيد دابا في هذا الاثناء غادي نمشي ناخذ واحد الرويس ديال خدنجال، واحد العريق اللي كيتباع عند العطار. المهم غتمشي عند العطار قول لي عطيني خدنجال، راه العطاره كلهم عندهم. غادي نزيدو مع مع هادشي اللي تقلى هذا زوين، كيحيد البرد وكيعطي لهاد لاصوب كيعطيها واحد النسمه زوينه. جربوه وردوا عليا. صافي غادي ناخذ واحد المعلقه هنايا ديال هنا عندي قشور الكروفيت مطحونين، حتى هما واخداهم من عند العطار، حتى هما كيعطيوني واحد المذاق زوين. هاد لاصوب انا ما كندير فيها لا عطريه لا والو، كندير فيها غير هاد النسمه ديال قشور ديال الكروفيت وضامات البنه اللي كنطيب بها المرق. صافي ما تنعاودش نزيد الملحه. هنا صافي كنت زدت واحد شويه د الحوت اللي كان عندي منقي من الشوك، لحتو معاهم. صافي مشيت خديت داك الفطر الاسود اللي غسلته مزيان حتى هو غادي نرميه على هذا الشكل هذا. انا صافي فاش كتقلى ليا ديك البصيله وديك الكالامار كيتقلاو ليا ودوك لي زيبينار، صافي كنبدا نرمي كلشي مباشره. هنا كان عندي غير شويه الشعريه الصينيه اللي كنت عمرت بها البريوات، وشاط ليا منها. ما عاودتش طلقت واحده اخرى جديده، قلت نقضي بهذه. صافي وهنا صافي كيف ما شفتوا لحت كلشي، وغادي نكب عليه داك المرقه ديال الحوت اللي كنت صاوبت معاكم في الاول. على حساب نتي شوفي الكميه اللي بغيتي نتي ديري ديال المرق. صافي غادي نكبو على هذا الشكل هذا، وغادي نمشي غادي نسد عليها، وغادي نخلي البوطه
ما مجهده ما مهيله، تقريبا في النص. غادي نخلي داكشي حتى غطلع فيه الغليه مزيان، غادي تخليو داكشي حتى غيطيب على خاطرو. تقريبا راه كلشي طيب، يعني غتخليوه حتى تطلع فيه الغليه. فاش كتطلع فيه الغليه كنمشي كنصوب واحد المعلقه ديال النشا، كنخلطها مع شويه الماء بارد عاد كنقدر نزيد ونحطها ديك على معلقه جنب نشا. بين ما صافي بانت ليا هنايا ديك غادي نخلط لاصوب ديك طلعت فيها المعلقه الغليه. ديال النشا مع ميها بارده. الا ما متوفرش عندك النشا تقدري ديري معلقه ديال الدقيق الابيض، حتى هو تقريبا بحال غير انا كتعجبني النشا في بلاصه الدقيق، يعني كتجي خفيفه اكثر بالنشا. صافي كيف ما شفتوا هنايا خلطت ديك النشا مع الميها بارده. هنا ملي حليت لقيت ديجا طلعات الغليه. صافي حركت غير شويه على هذا الشكل هذا وقلبت داكشي واش طاب، يعني تقريبا هو راه طايب. كيف ما قلت لكم في الاول ما كيشدش الوقت بزاف هاد لاصوب، تقدري تصوبيها زعما حتى للدقيقه 90، حتى تشهيتيها مثلا حتى لاخر لحظه. تقدري يكون عندك غير المرق ديال الحوت واجد، يعني دغيا كتوجد. انا دغيا وجدات ليا ما خداتش مني صافي الوقت هنايا ديك بزاف. المعلقه نشا اللي كنت دوبت في ميها بارده غادي ندور بها ديك لاصوب كيف ما تندوروا الحريره. يعني انتي ما حدك كتخوي وانتي كتحركي باش ما يجيش، باش ما تعجنش لك ديك النشا. صافي كنحركوا على هذا الشكل هذا وكنعاودوا نرجعوها كنخليوها على البوطه 10 دقائق مورا ما درنا ليها ديك النشا. كنبقاو نستمروا في التحريك على هذا الشكل حتى كطيب لينا على خاطرها. صافي انا خليتها هنايا على هذا الشكل هذا. انا حولتها من ديك البوطه حيت عندها راس صغير، درتها على بوطه اخرى. يعني ما خداتش ليا وقت بزاف، تقريبا 8 دقائق. حيت كان قرب ديجا الفطور، 8 دقائق وجدات. صافي كنخليو على هذا الشكل حتى كتحيد من هذيك الكشكوشه كامله. صافي فاش كتحيد ديك الكشكوشه من الفوق كنعرفوا راها الصوبه راها واجده للاكل. كيف ما شفتوا صافي اجيو معايا دابا باش نوريكم الشكل النهائي والقوام ديالها كيفاش جا. نتمنى الى عجبكم الفيديو ديروا لي لايك وشجعوني، واللي عجبو المحتوى يشترك في القناه. وان شاء الله نجيب لكم الجديد. خليكم معايا دابا باش نقدمها لكم. صافي كيف ما شفتوها هي وجدات خاسره وبنينه، القوام ديالها زوين كيحمق، والمذاق ما نقولش لكم يا سلام. الا جربتوها غادي ترجعوا تشكروني عليها، انا متاكده. صافي وداك العريق ديال الخدنجان اللي قلت لكم زدت في الاول راه عطاها واحد المذاق ما نعاودش لكم فن. صافي كيف ما شفتوا هنايا قدمتها في الزيفات، جات غزاله على الطريقه زعما اي واحد يقدر يصوبها في الدار وبداك الشيء اللي متوفر عندك. ماشي ضروري خصك تمشي تشري الحوت، خاصك تقضي يعني واحد الكميه كبيره ديال الحوت. يعني عيب شويه تقدري تصوبي واحد سوب ديال الشينوا وغادي تشربيها يعني بحال كتشربيها في المطاعم. شفتوا كيفاش جات؟ نتمنى تجربوها، نتمنى نكون خفيفه على قلبكم ويكون عجبكم الفيديو، وما تنسونيش من لي لايك